كل البنات نفسها يبقى شعرها طويل، وفي معاناة كتير بنشوفها في العيادة لأمهات جايين ببناتهم إن شعرها ما بيطولش، ده عامل لها خجل أو ده بيضايقها في المدرسة. هنقول في الفيديو ده على حاجات بسيطة تقدري تعمليها في البيت، تقدر تطول الشعر وتحسن من كثافته، وبرضه هتحسن معاكي اللمعة والترطيب. من أفضل الخلطات اللي متجربة وجايبة نتيجة، وأنا جربتها على بنتي شخصيا، مجموعة تطويل الشعر. هنجيب زيوت هنخلطها بنسب متساوية. الزيوت دي هي عبارة عن زيت الجوجوبا والافوكاتو واللز الحلو. هنحط تقريبا 10 مللي من كل نوع من الزيوت ديت بنسب متساويه. وبعد كده هنحط 9 نقط من زيت الروزماري واللافندر، وهنستعمل الخليط ده من مرتين ل3 مرات اسبوعيا على فروه الراس مع المساج. هتبداي تشوفي نتائج منه بعد شهر. فعلا هتحسي ان الشعر بيطول واللمعه بتاعته بتتحسن وكثافته بتتحسن والنعومه بتاعته بتتحسن. انا استعملت مجموعه تطويل الشعر من ثراء على بنتي وشفت فعلا النتائج بدات تظهر معاها بعد شهر. لكن عشان توصلي لافضل النتائج لازم تكملي الكورس مش اقل من 6 شهور، وتقدري تستمر عليه على طول كروتين بتعمليه لشعرك بشكل او بصفه دوريه. مش هيحصل منه اي اضرار، بالعكس هتفضل شعرك دايما فيه نعومه وترطيب.